عمرك سألت دكتورك أو أي دكتور إيه أصعب حالة يا دكتور عدت عليك؟ خليني النهاردة أحكي لكم عن أصعب تجربة في حياتي عدت عليا في مهنتي كطبيب أسنان. هقول لكم النهاردة على أول حالة زرع شبه مستحيلة أنا عملتها، والدرس اللي أنا اتعلمته في حياتي بسبب الموقف ده. المريض جالي بعظم ضعيف جدا جدا، وكان كله امل ان هو يزرع زرعه وتعيش معاه العمر كله ويعيش طبيعي. دخلنا زرعنا له اول مره، ولكن للاسف الشديد التجربه باءت بالفشل. ساعتها حسيت ان كل حاجه في حياتي وقفت، لكن الدرس اللي اتعلمته يومها كان اهم من النجاح نفسه. النجاح في الزراعه مش اننا نحط الزرعه نفسها في العظم، النجاح في الزراعه يعني النجاح في التحضير والتخطيط الصح للزراعه. النجاح الحقيقي في التشخيص الصح والتحضير الصح للزراعه دي. النجاح الحقيقي في انك تدرس الاشعاعات والتحاليل والخطه الصح قوي قبل ما تمسك اي اداه في ايديك. وده الدرس اللي انا اتعلمته بشده، وكان بكامل القسوه في التجربه دي. بعدها رجعنا عملنا خطوات مدروسه اكتر وخطه علاج محكمه جدا ونجحنا، وابتسامه المريض ده اتغيرت بالكامل. ومن يومها وبقيت عارف ان الفشل احيانا بيكون اهم درس تتعلمه في حياتك. فلو انت محتاج تزرع درس من دروسك، اسأل عن التشخيص قبل اي حاجة، لان التحضير الصح هو سر نجاح الزرعة اللي انت هتزرعها دي. وبعد التطور اللي العلم وصل له، بقى في حاجة اسمها 3D X-ray يعني أشعة ثلاثية الأبعاد، وحاجة تانية اسمها 3D سكان يعني مقاس ثلاثي الأبعاد لأسنانك، وبنركبهم الاتنين على بعض ونعمل حاجة تالتة 3D برضو اسمها 3D Surgical Guide. يعني ايه 3D Surgical Guide؟ يعني دليل جراحي. يعني عملنا بلان كاملة ومحكمة على الكمبيوتر أحسن مكان نحط الزرعة ده فين بالظبط، ورسمناها على الكمبيوتر، وعملنا بلان من اول الكراون اللي هيتحط فوق الزرعه لحد الاباتمنت اللي تحت الكراون لحد الزرعه مكانهم فين بالظبط، ولما يقفلوا الضروس على بعض هيبقى الكراون والزرعه علاقتهم عامله ازاي بالفك المقابل، وعلاقتهم بالضرس والسنه اللي قبلهم واللي بعدهم عامله ازاي، والعصب بتاع الفك فين. عملنا تصور كامل ورسمنا لوحه فنيه كامله عشان نقدر في الاخر نحدد ادق مكان الزرعه دي المفروض تتحط فيه فين، وبناء عليه عملنا ايه؟ عملنا ال 3D Surgical Guide. خدنا ال 3D Surgical Guide ده وبنحطه على اسنانك في فتحه صغيره جدا، هو ده مكان الزرعه اللي احنا هنحطها. بندخل نحط الزرعه بحاجه رفيعه جدا ونطلع من غير خياطه، من غير فتح ولا جراحه، من غير اي حاجه على الاطلاق. وهي دي فعلا الزراعه اللي بتخلص في 5 دقايق. ما خلصتش في 5 دقايق عشان هي سهله وحاجه بسيطه، لا، خلصت في 5 دقايق عشان قعدنا ساعتين و3 بنعمل لها بلاننج فروم A to Z، عشان قعدنا ساعتين و3 بنحط تصور المفروض الزرعه دي هتتحط ازاي وفين، واحسن مكان ليها ايه، وهنحطها الكراون اللي هيبقى راكب فوقيها عامل ازاي ومكانه فين. كل الحاجات دي احنا حسبناها بالربع ملي الاول، وبعد كده نفذناها في الدليل الجراحي. عشان كده في الاخر خالص حطينا الزرعه فعليا في 3 دقائق كمان مش 5 بس، وتجنبنا اي جراحه على الاطلاق. بقى البيشنت دلوقتي يقول لك يا دكتور بجد الزرعه دي اسهل عندي من تنظيف الجير اللي انا كنت عامله اول امبارح. وكما قال المثل تظبيط الشغل اهم من الشغل. لو وصلت معايا يا صديقي لحد هنا يبقى الفيديو ده عجبك، فعشان كده اعمل لنا لايك، بتفرق معانا قوي وبتشجعنا. ولو انت بتتابعنا طبعا على اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب، وعلى الفيسبوك والانستجرام اعمل لنا فولو علشان لسه اللي جاي كتير. وهشوفكم على خير في فيديو جديد، وكان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.